السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلبة وطالبة الصف الثاني الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنطبق مع بعض حل أسئلة على الدرس الأول، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ مع بعض الحلقة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. يتضح من تحليل مضمون الصورة المقابلة أن مصر اتجهت إلى الاعتماد على أحد استراتيجيات التنمية الاقتصادية، وهي الاهتمام بالتنمية الاجتماعية، زيادة الصادرات من السلع والخدمات، الاعتماد على الاقتصاد الأخضر، الشراكة والتعاون الدولي. طبعا احنا لو بصينا على الصورة هنلاقي هنا المشروعات اللي بتحقق استدامة الطاقة، زي مشروعات طاقة الرياح ومشروعات الطاقة الشمسية وكمان مشروعات الطاقة الكهرومائية. يبقى بكده احنا هنختار رقم ج، وهي الاعتماد على الاقتصاد الأخضر. السؤال الثاني: عند الاستفادة من مشتقات البترول مع الحفاظ على الاحتياطي منه، فإن ذلك يشير إلى أن التنمية الاقتصادية عملية، موجهة، متواصلة، مجتمعية، متوازنة. طيب قبل ما نجاوب على السؤال ده تعالوا كده بسرعة نراجع على خصائص التنمية الاقتصادية. هنلاقيها هي موجهة يعني تحقق أهداف المجتمع، ومجتمعية يعني يشارك فيها كل فئات المجتمع، وكمان هنلاقيها بتحقق النمو المتواصل لموارد المجتمع، وده طبعا بيكون من خلال الاستثمار الجيد للموارد وعدم استنزافها، وكمان بتحقق التوازن بين القطاعات الاقتصادية وتحقق العدالة الاجتماعية. وفي السؤال هنا بيقولك الاستفادة من مشتقات البترول مع الحفاظ على الاحتياطي، يبقى الإجابة هي رقم ب، متواصلة. السؤال الثالث: توفير بدائل للمعادن في الصناعة أحد حلول المعوقات التنموية ذات الجانب: ألف الإداري، ب الاجتماعي، ج السياسي، د الاقتصادي. طبعا كلنا عارفين إن أحد المعوقات الاقتصادية التي تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية هي محدودية الموارد، فلما نلاقي بدائل للمعادن وتوفير بديل للمعادن في الصناعة، ده بيعتبر أكيد أحد حلول المعوقات التنموية الاقتصادية، فالإجابة هتكون د الاقتصادي. السؤال الرابع: يتمثل الجانب الاجتماعي لخصائص التنمية الاقتصادية في ألف تجديد موارد المجتمع بدل من استنزافها، ب تحقيق توازن بين جميع القطاعات في الدولة، ج استغلال مصادر الطاقة المتجددة، د العدالة في توزيع الدخول والخدمات. الإجابة طبعا هتكون د العدالة في توزيع الدخول والخدمات. السؤال الخامس: يمثل التوسع في استخدام خطوط الألياف الضوئية لتسريع نقل البيانات عبر الإنترنت بمصر إحدى استراتيجيات التنمية الاقتصادية التي تتحقق من خلال ألف تحسين البنية التحتية، ب تطوير التعليم والبحث العلمي، ج الاهتمام بالتنمية الاجتماعية، د زيادة الصادرات من الخدمات. طبعا احنا عارفين ان من استراتيجيات التنمية الاقتصادية هي تطوير البنية التحتية من خلال طبعا إنشاء الطرق لربط مناطق الإنتاج بالأسواق، أو توفير مصادر الطاقة للمشروعات المختلفة، أو تطوير وسائل الاتصال. كل اللي أنا قلته ده بيندرج تحت البنية التحتية، وده طبعا بيأثر بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية. يعني هنلاقي إن في علاقة طردية، كل ما اهتميت بالبنية التحتية كل ما هناك جذب أكتر للاستثمارات الأجنبية في الدولة. يبقى تطوير وسائل الاتصال يعتبر من تحسين البنية التحتية. الإجابة هتكون ألف. السؤال السادس: يرجع سبب التفاوت بين الدول العربية في جذب الاستثمارات الخارجية إلى مدى الاهتمام بتصدير المواد الخام، ولا تطبيق الاقتصاد الأخضر، ولا ترشيد الاستهلاك للموارد، ولا تطوير البنية التحتية؟ الإجابة هي الأخيرة، د تطوير البنية التحتية. السؤال السابع: انتقال الأفراد من مدن الصعيد إلى مدينة القاهرة والإسكندرية بحثا عن العمل يعوق التنمية الاقتصادية من الجانب ألف السياسي، ب الاقتصادي، ج الاجتماعي، د الإداري. طبعا لما الأفراد بينتقلوا من مدن الصعيد إلى المدن الحضرية زي القاهرة والإسكندرية بحثا عن العمل، ده بيؤدي إلى انتشار العشوائيات، ودي طبعا مشكلة اجتماعية، فهنختار الإجابة ج الاجتماعي. السؤال رقم 8: إطلاق حملات توعية للمزارعين بأهمية اتباع نظام الري بالتنقيط تمثل ألف تطوير التعليم والبحث العلمي. نخلي بالنا طبعا إن الحملات دي موجهة للمزارعين، تمام. ب الاهتمام بالتنمية الاجتماعية،
ج. ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية. د. العمل على تحسين البنية التحتية. الإجابة هي ج. ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية. السؤال التاسع: أي من العبارات الآتية يتحقق من خلالها أحد خصائص التنمية الاقتصادية؟ ألف: نمو القطاع الصناعي أكثر من القطاع الزراعي والرعوي. طبعا مش ممكن نختار الإجابة دي لأن احنا لسه مراجعين دلوقتي على خصائص التنمية، وقلت لك إن هي عملية متكاملة بتهتم بالقطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة، وكمان بتحقق التوازن فيما بينها. يبقى الإجابة دي مش هنختارها. باء: تحقيق الدولة لأهدافها بعيدا عن أهداف أفرادها. وبرضه صعب نختار الإجابة دي لأن من خصائص التنمية الاقتصادية إن هي موجهة لتحقيق غايات وأهداف المجتمع وإشباع حاجاته. ج. التركيز على القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية. برضه هنلاقي إن من خصائص التنمية الاقتصادية هو تحقق التوازن بين القطاعات الاقتصادية في المجتمع، فمش هتكون دي الإجابة. د. تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة. وأكيد هنختار د لأن من خصائص التنمية الاقتصادية أنها مجتمعية تشارك فيها كل فئات وقطاعات المجتمع. طبعا في السؤال ده احنا رجعنا كده تاني على خصائص التنمية الاقتصادية اللي هي موجهة ومجتمعية وتحقق يعني تحقق النمو المتواصل والمستمر، وتحقق التوازن، وتحقق قدرا كبيرا من العدالة الاجتماعية. تمام كده؟ السؤال العاشر: يدل نقل سكان منطقة الدويقة إلى حي الأسمرات إلى اهتمام الدولة به. ألف: إحداث تنمية اجتماعية. باء: ضبط معدلات النمو السكاني. ج. ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية. د. الشراكة والتعاون الدولي. طبعا لما ننقل سكان منطقة عشوائية إلى منطقة أحدث وأرقى أكيد ده هيكون إحداث تنمية اجتماعية. الإجابة هي ألف. السؤال رقم 11: أي العبارات الآتية تتعارض مع خصائص التنمية الاقتصادية؟ خلاص بقى احنا كده رجعنا على الخصائص كذا مرة. تعالوا نشوف الجمل اللي مديها لنا نختار منها وهنشيل منها اللي بيتعارض مع الخصائص، يعني كل دول من خصائص التنمية ما عدا واحدة هنطلعها. تمام؟ واحد أو ألف: تكامل قطاعي الزراعة والصناعة. أكيد طبعا دي معانا. تحقيق العدالة الاجتماعية معانا برضو. استخدام الطاقة الشمسية أكيد معانا. د. استهلاك مخزون المعادن الاستراتيجية. أكيد طبعا هي دي اللي بتعارض خصائص التنمية الاقتصادية. الإجابة هتكون د. يبقى نقرأ السؤال كويس علشان ممكن يقولك ما عدا أو تتعارض، أو يبقى ده كده معناه إن كل الاختيارات صحيحة ما عدا واحدة. تمام؟ السؤال اللي بعد كده معانا: توضح معطيات الخريطة المقابلة أحد العقبات التنموية الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا السياسية ولا الإدارية. تعالوا نشوف. دي خريطة لتيارات الهجرة الداخلية في مصر عام 2006، وبيوضح لك تيارات الهجرة من بين المحافظات المختلفة وبين المدن المختلفة. طبعا الهجرة دي بتعتبر العقبات التنموية الاجتماعية. تمام؟ لأن الهجرة الداخلية من نتائجها هي ظهور العشوائيات، وطبعا العشوائيات احنا اتفقنا ان هي بتعمل على الضغط على المرافق، وكمان ظهور الجريمة، وبتكون مناطق يعني غير مخطط ليها، فبتكون عقبة من العقبات التنموية الاجتماعية. اوكي، يبقى الإجابة هنا عندنا رقم ب. السؤال اللي بعد كده معانا: الاقتصار على رفع مستوى دخل الفرد باستمرار أحد نتائج تطبيق مفهوم النمو الاقتصادي. التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، التنمية المستدامة. أكيد طبعا هنختار ألف، النمو الاقتصادي. السؤال اللي بعده: أي مما يلي يشير إلى وجود عقبات تنموية ذات بعد اقتصادي في دولة ما؟ طيب احنا عندنا الاختيار الأول: ارتفاع معدلات الزيادة الغير طبيعية للسكان. طبعا دي معوقات اجتماعية مش هنختارها. طيب هو عايز معوقات اقتصادية، خلي بالك. طيب افتقار القوى العاملة في القطاع التعديني للتدريب. دي برضو معوقات إدارية مش معانا. ج. انخفاض كمية الاحتياطي من البترول. ممكن، بس لازم نقرأ برضو الإجابات كلها. د. وجود نزاعات عنصرية داخلها. طبعا دي معوقات سياسية، فأكيد هنرجع للإجابة ج ونختارها، وهي انخفاض كمية الاحتياطي من البترول. السؤال اللي بعد كده معانا: تعبر عملية إعادة تدوير المخلفات عن أحد خصائص التنمية الاقتصادية، وهي أنها عملية متوازنة، مستمرة، عادلة،
مجتمعية. طبعا احنا لسه قايلين دلوقتي ان من خصائص التنمية الاقتصادية ان هي بتحقق النمو المتواصل المستمر لموارد المجتمع. طبعا ده بيكون من خلال الاستثمار الجيد وعدم الاستنزاف، عشان كده هنختار الإجابة باء وهي مستمرة. طيب تعالوا نحل كده سؤال مقالي وضح مدى مصداقية العبارة التالية: النمو الاقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية. طبعا الشق الأول من السؤال إن أنت تحدد الأول العبارة صادقة أم غير صادقة، وفي الحالتين هتذكر السبب. يعني لو كانت صادقة هتقول ليه، ولو كانت غير صادقة برضو هتقول ليه. طبعا السؤال عندنا هنا هنقول الإجابة غير صادقة، وهنبدأ نوضح السبب. تمام كده. هنقول ان النمو الاقتصادي كمفهوم هو حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي، والذي يؤدي إلى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، ولكن ليس بالضرورة أن يصاحب هذه الزيادة عدالة في التوزيع وارتفاع في مستوى المعيشة. طيب ممكن نجاوب بطريقة تانية، هتقول أن العبارة غير صادقة حيث لا يحقق النمو الاقتصادي بالضرورة العدالة الاجتماعية، لأنه يؤدي إلى حدوث زيادة في ثروة المجتمع فقط دون أن يصاحبها عدالة في التوزيع أو ارتفاع في مستوى المعيشة. طيب تعالوا ناخد كده سؤال تاني بما تفسر اهتمام دول العالم بتحقيق التنمية الاقتصادية. طيب هنجاوب على السؤال ده ازاي؟ هنقول إن التنمية الاقتصادية بتشكل عنصرا أساسيا في خطط أي دولة، لأنها تعمل على توفير فرص عمل وتحقيق حياة أفضل لمواطنيها. لذلك تسعى الدول إلى وضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المستقبلية لها. تمام؟ السؤال الأخير معانا: ما مقترحاتك لتحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية؟ طبعا السؤال اللي بيطلب منك اقتراحات فيه بتكون الإجابة فيه مفتوحة، بس في حدود طبعا الإجابة على السؤال ما تحطليش أي اقتراحات خارج نطاق الإجابة على السؤال. زي مثلا السؤال ده ممكن نقول مثلا: من الضروري دعم العلاقات التجارية بين الدول العربية عن طريق تصفية الخلافات، سواء كانت الخلافات دي سياسية اقتصادية أو غيرها. وكمان لابد من البحث عن حلول علمية وعملية للمشكلات الأكثر تعقيدا مثل مشكلة المياه مثلا، ووضع أولويات في التنمية والتخطيط بشكل جيد بين الدول العربية. ممكن انت تضيف كمان اقتراحات اخرى زي مثلا تبادل الخبرات، زي التكامل بين الدول العربية. مثلا في دول عندها موارد معينة ودول عندها موارد اخرى مختلفة، فممكن نتبادل ونتكامل مع بعض علشان نحقق التنمية الاقتصادية. عندي برضو دول عندها موارد اكتر من عدد السكان، او العكس عدد السكان كتير جدا والموارد قليلة، فطبعا هنا بيحصل تبادل وتكامل بين الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية. اي اقتراح بقى في اطار الاجابة دي هيكون اجابة صحيحة. تمام كده، وبكده نكون وصلنا لاخر الحلقة. اتمنى اكون قدرت افيدكم. استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.